حكايتك انت اللي بتكتبها وانت اللي بتحكيها. محدش هيقولك انت لما تسافر هتنجح ولا هتفشل غيرك انت. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت بتفكر تسافر وشايف ان الدنيا بايظه في البلد عندك او الجو مريح، شايف ان الحاجات غليت وفي نفس الوقت المرتبات زي ما هي او الدخل بتاعك زي ما هو والاسعار كل يوم بتغلى، فانت ما قدامكش طريقه غير انك تسافر عشان تظبط نفسك. فانت بتقول ايه؟ لا انا لازم اسافر او لازم اخد خطوه السفر، لان هي الدنيا هنا لو قعدت 100 سنه مش هعمل حاجه. انت دايما الكلام ده في دماغك. خليني بس اقول لك ان في واحد في الفيديو اللي فات متابع كريم يعني قال لي عرف الناس ان الدنيا بايظه هنا وما تجيش وكده. طب ليه الناس دايما بتقول لك ما تجيش الامارات او ما تسافرش؟ الدنيا بايظه، الناس كلها بتدور على شغل ومش لاقيه شغل. بص خليني اقول لك ان الناس دي مش كارهه لك الخير ولا حاجه، بس الناس بتحكي لك من واقع تجربه. يعني كل واحد بيحكي لك قصته او قصه حد من اللي كانوا معاه. في قصص نجاح وفي قصص فشل. محدش هيحكي لك حكايتك انت اللي بتكتبها وانت اللي بتحكيها. محدش هيقول لك انت لما تسافر هتنجح ولا هتفشل غيرك انت. كل الناس بتحكي لك على اللي حصل معاها، اللي حصل مع الناس اللي حواليها. زي ما قلت في فيديوهات كتير ان انا دخلت على الفيسبوك ولقيت الجروبات كلها بتقول محدش يسافر الامارات، الجو مريح، الدنيا بايظه، وده كان قبل الكورونا. فما بالك بقى في وقت الكورونا ووقت ما بعد الكورونا، وجو اصلا الاقتصاد فيه رايح في داهيه. فكل الناس دلوقتي هتقول لك برضه ما تسافرش. فكرة ان انا كنت اشتغل وانا ما عنديش لغة او ما عنديش خبرة في مجال مثلا مهنة معينة او كده، مش معايا اي حاجة، رايح على الله. وفكرة ان انا اشتغل في 7 ايام، فده انا شايفها ده توفيق ربنا في الاول وفي الاخر، وزي ما قلت قبل كده ده دعوات الناس اللي بتحبني. ففكرة انك هتشتغل او مش هتشتغل دي متوقفة على ان انت بتسعى وبتعمل اللي عليك، والباقي ده مش بتاعك، ده بتاع ربنا. فكرة ان كل الناس اللي بتروح ما بتشتغلش ده مش حقيقي. في ناس بتروح كتير وناس بتشتغل وناس كتيرة بترجع. مش كل الناس هتشتغل ومش كل الناس هترجع. لا، انت ممكن تكون من الناس اللي هتشتغل او ممكن تكون من الناس اللي هترجع، عشان ابقى واضح وصريح معاك. لو انت عندك حتة المجازفة او بتاخد ريسك في حياتك، او عندك القابلية اللي انت تاخد المجازفة ديت، يعني مثلا انا كنت رايح مش باقي، خلاص انا كده كده الدنيا بايظه معايا، فهي عادي انا مش راجع لما الدنيا تتظبط، وكنت واخد قرار وعهد بيني وبين نفسي ان انا لازم اشتغل ايا كان الشغل اللي هشتغله، ايا كان اللي انا هعمله، بس لازم اشتغل او لازم ما ارجعش غير لما اكون عملت اللي انا عايزه او اللي في دماغي ان انا اشتغل واسد مثلا الفلوس اللي عليا وارجع معايا جنيه. ده اللي كان في دماغي، ان انا ما ارجعش مديون بزياده. يعني مثلا عليا فلوس ارجع مديون بزياده، لا. فلو انت عندك الحته دي اللي هو انت مش باقي على الدنيا بمعنى صح، خش يا معلم ودوس وربنا هيكرمك. انت هتروح ممكن تقعد شهر ما تشتغلش، وانا قلت قبل كده في فيديوهات ان انت ممكن تشتغل في مجال تسويق العقارات وكده، وده مجال سهل ممكن تبدا فيه. لو انت عندك مثلا خلفيه في اي حاجه، انزل دور، ما تقعدش في سكن وما تقعدش تدور على النت وتقول لا ده اصل دبي او الامارات محتاجه ان انت تدور على النت. انا بقول انزل لف في الشوارع وشوف الناس وشوف الدنيا. الجو دلوقتي في الامارات حلو، جو معقول، تقدر ان انت تنزل تدور وتشوف الشغل وكده. في الحر مش هتقدر تنزل تدور. احسن وقت فهو وقت الشتاء، اللي هو الجو والشمس ما بقاش فيه زياده وكده، الشمس بتبقى كويسه، فهتلاقي ان انت عندك فرصه ان انت تروح وتيجي ومش عارف ايه وكده. احسن ما تروح في الشمس مش هتعرف تنزل. ما تقعدش تمسك التليفون زي ما انا قلت لك. لو انت رحت وتقعد تقول انا هجيب شغل من على النت وكده، ممكن واحد جنبك في السكن يقول لك روح في الحته الفلانيه، ما تكسلش وتقول لا ده انا هقدم السي في على النت وكده. انا فكره ان انا اشتغلت ان انا رايح قدمت، انا رايح في دماغي ان انا هقدم السي في وامشي خلاص، هم مش هيعملوا لي انترفيو ولا يعملوا لي اي حاجه. لكن رحت تعالى انترفيو، تعالى اشتغلت في 7 ايام، اللي هو انت مفيش حاجه بعيده عن ربنا، بس اهم حاجه ان انت تسعى وتدور ويبقى عندك امل. اللي هو انت لا انا مش راجع يا عم لما اشتغل، هعمل اي حاجه، لازم اشتغل، لازم ارجع مقبول الخاطر بمعنى اصح. مش هضحك حد عليا، مش هفرح حد فيا. انا كنت واخدها تحدي، اللي هو انا لازم انجح. ده توفيق ربنا، عشان مش اللي هو انا لازم انجح انا جامد وبتاع، لا ده توفيق ربنا زي ما انا بقول لك. ما تسمعش كلام اللي يقول لك يا عم الدنيا بايظه، هو بيحكي لك على نفسه او بيحكي لك على ناس حواليه. ما تاخدهاش قاعده ان انا هروح ومش هشتغل. انا كنت في دماغي اول ما شفت حوارات الفيسبوك وان الناس ما بتشتغلش والناس بترجع ومش عارف ايه،
انا كان في دماغي لو انا شفت الكلام ده بدري شويه ما كنتش كملت. انت في دماغك ان انت ايه يا عم، ده كل الناس ما بتشتغلش، امال انا هشتغل ازاي؟ كل اما بتشوف كده كل الناس مش عايزه تشتغل او كل الناس مش عارفه تشتغل، فاشمعنى انا بقى اللي هشتغل؟ فلو كنت شفت الكلام ده بدري شويه كانت هتبقى اللي هو انا ايه، لا يا عم مش رايح، مش هاخد المجازفه ديت بزياده، انا الدنيا بايظه معايا مش هبوظ الدنيا بزياده. بس انا ايه، واحد صاحبي ده قال لي ايه تعالى بس والدنيا هتمشي وبتاع. فخليك عارف ان انت مش هتشتغل اول ما تروح، ممكن تشتغل اول ما تروح بس خدها اللي انت ايه هتستنى شويه، تشوف الدنيا تفهم الدنيا. وزي ما قلت لك لو انت عندك حته المجازفه جازف وتوكل على الله والارزاق بيد الله. والله العظيم انا بقول لك اهوت، انا لو انا اللي بشغل نفسي مش هشغل نفسي في اللي انا كنت فيه، او انا مثلا ما اعرفش في المجال ده حاجه او اشتغلت في مجال ما اعرفوش، دخلت مجال جديد اللي هو انا ما كنتش اعرف فيه اي حاجه ورايح كده على الله. ولما المدير زي ما قلت لك سالني بيقول لي انت انا مش خايف الا منك ومش عارف ايه، قلت له والله انا لو ليا رزق في المكان ده هاخده. هي كده، لو ليك رزق والله هتاخده غصب عن صاحب الشغل نفسه. لو ليك رزق في المكان ده، وخلي بالك انت ممكن ربنا يرزقك عشان الناس حواليك مش عشانك انت ممكن تبقى مثلا عندك حد هتبعت له فلوس او بتاع، فربنا يرزقك عشان خاطر ده. فما تاخدش الناس اللي حواليك اللي راحت وما اشتغلتش كقاعده. انت اعمل اللي عليك، حاول مثلا في وقت فراغك تتعلم مثلا انجليزي، تظبط نفسك في اي مجال بحيث ان انت ايه تبقى رايح عملت اللي عليك. يعني خد بالاسباب، مش لو انت يبقى في ايدك حاجه تعملها وتقول يا عم ده انا كله على الله، ما هو كله على الله، بس انت خد بالاسباب واشتغل على نفسك. الوقت اللي انت فاضي فيه حاول تطور من نفسك عشان يبقى معاك السي في بتاعك مليان، تخش بقلب جامد. برضه كله بتوفيق ربنا. فعايز تاخد الريسك توكل على الله وخد الريسك. ما مش عندك الحته دي كمل في البلد، الدنيا ممكن شويه وتتظبط، ممكن انت تعمل اي حاجه بعدين، ممكن يتفتح لك مجالات جديده في البلد بدل ما تسافر. وهو عشان نبقى متفقين السفر والحاجات دي ده ليه مقابل تاني. انت هتاخد فلوس وكل حاجه، بس في نفس الوقت هتسيب عيلتك وهتسيب اهلك وممكن يحصل لك ظروف هناك، ممكن تتعب، ممكن مش عارف ايه، هتبقى لوحدك. انت بتاخد مقابل مادي بس الجو الاسري وجو اللي انت لوحدك ديت هتبقى بتمن تاني. ده اللي مخليني اللي هو انا لا يا عم انا ممكن استحمل هنا شويه حتى لو الدنيا بايظه، بس اكمل هنا شويه عشان حته ان انا ايه مع اهلي واقعد مع اولادي وكده، دي بفلوس دي تسوى كتير. فانا بقول ايه، الغربه تمنها ان انت بتدفع العزوه والاهل والكلام ده، بتاخد مقابل مادي بس حاجه قصادها حاجه. انت عايز تسافر وقلبك جامد وعايز كده، توكل على الله. بس اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.